ازيكم يا شباب، اهلا وسهلا بيكم في ماي تشانل. النهارده كانت حاجات بنت خالتي وكنت متحمسه جدا اليوم ده لاني بقالي 8 شهور ما روحتش اي افراح لاني مش بحب الافراح، بس النهارده كنت متحمسه ورحت. فاول حاجه صليت الفجر، يعني قرأت الورد اليومي بتاعي والنور كان قاطع اصلا، وبعدين عملت اندومي واكلت، وبعدين نمت وصحيت فطرت نسكافيه وقرص، وبعدين قعدت اقرا الروايه اللي كنت بوريها لكم دي، واخترت لبس، وكنت جايبه الخواتم دي جديده بالحظ، وكنت بجد متحمسه جدا البسهم لاني بحب الخواتم جدا، وكنت مقفوره زي ما انتم شايفين، بس بعدين خففتهم يعني عادي. المهم كنت محتاره جدا بين الشنط، واخترت الشنطه الزرقاء في الاخر لان هي هتاخد حاجات اكتر. حطيت العلبه دي فيها دبابيس وحاجات يعني ليها علاقه بالطرح احتياطي يعني. بعدين حطيت مناديل، وحطيت ازازه البرفيوم دي علشان هي صغنونه كده ومش بتاخد مكان من الشنطه يعني، وحطيت البوك ده بس زي ما قلت لكم كده. بس زي ما قلت لكم اصلا ما كنتش نايمه اليوم ده، وكنت متحمسه بطريقه غريبه، وماما عطتنا البسكوت ده انا واختي عشان نفطر. دي كان الاوتفيت، بس هوريه لكم في الاخر بطريقه اوضح، سيبكم من الشبشب عادي. المهم دي شنطه الخروج بتاعتي اللي لازم يبقى فيها شيبسي وميه وبسكوت، وطبعا أنا مش باكل بره البيت، ده حاجه عاديه جدا. فما اكلتش عند اهل بنت خالتي او اهل جوزها، فماما جابت لي البيتزا دي عشان اكلها لاني ما كنتش اكلت طول اليوم. المهم رحت انام وبس، وده بقى كان الاوتفيت، وبجد كان عاجبني، كان خطير. قولي ان هو كان حلو بعيدا عن الصوره يعني، قولي ان الصوره دي عجبتني فحبيت اوريها لكم. بس كده، سلام.